مساء الفل والياسمين عليكم، وحشتوني قوي ورجعت لكم بعد طول غياب. وقررت ان انا اجرب حاجة جديدة. انا كل فترة كده بحب اتعلم حاجة جديدة. فالنهاردة هعمل معاكم مخبوزات كده زي ما انتم شايفين، شكلها حلو كده ومقطقط. هنخش على طول في المقادير. زي ما انتم شايفين معايا كوباية مية صغيرة دافية، وبنحط عليها حوالي معلقة كبيرة خميرة فورية، ونفس المقدار دوت اللي بستخدمه بحطه، يعني نفس المعلقة دي بحط معلقة سكر. وكمان لو عندك لبن رايب او زبادي او اي حاجة من دي برضو بتدفيها. يعني لو اللبن انا بصراحة ما عنديش لبن رايب، بس هحط معاكم زبادي. والزبادي بيدي طراوة حلوة قوي للمخبوزات والمعجنات دي، بيخليها يعني تحفة بجد. انا اول مرة بصراحة اعملها. فزي ما انتم شايفين حطيت معلقتين زبادي، وبرضو هحط نص كوباية دافية من اللبن الحليب، على اساس الخميرة ترفع معايا على طول. وبنقلبها، وبعد كده بسيبها. بحط برضو معايا نص كوباية، يعني نص المقدار اللي انا حطيته في الاول بتاع المية. بحط زيت. لو عايزة برضو تحطي معلقة زبدة، دي برضو بتطريها اكتر واكتر. بس انا بصراحة ما حطيتش الزيت، حطيت بس اللبن والزبادي والزيت. كل ده بنقلبه مع بعض، وبتسيبيها يعني تخمر شوية لو انت عايزة. لو مستعجلة ممكن تحطي، انا استخدمت الدقيق اللي هو سيلف ريزنج، بيكون فيه البيكنج باودر بتاعه. بالاضافة ان انا كمان معايا الخميرة، فانا حطيت من الكوباية اللي انا عايرت بيها الدقيق ديت، هي نفسها اللي عايرت بيها المية. حطيت منها حوالي 5 كوبايات، لاني زي ما انتم شايفين حطيت 2. فكانت العجينة ملزقة، ولازم عشان تعرفي ان العجينة كويسة ولا لأ ما تلزقش في ايدك ولا في الطبق اللي انتي بتعجني فيه. وغطيتها وسبتها حوالي ساعة، وكان عندي عجينة جاهزة بتاعت باف بيستري. فقلت اعملها برضو معاهم. كانت بواقي كده عجينة عندي في التلاجة، وهعمل منها زي ميني بيتزا وزي قرص بالجبنة زي ما شفتوا في اول الفيديو. وهبتدي بقى ان انا اقطع العجين. وزي ما انتم شايفين انا هجيب كوباية ازاز. مهم قوي ان المقاس يكون هو واحد، عشان ده هيظبط معاكي قوي العجينة وانتي بتشتغلي. وهيظبط معاكي كمان مقاس المخبوزات نفسها، تبقى عاملة زي بتاعة المحلات كلها مقاس واحد. ده هيخلي شكل الحاجة جميل قوي في الاخر، يعني هتتبسطي من المجهود اللي انتي عملتيه. فببتدي اقطع العجينة كده دواير على قد الكوباية، وبحطها في الكب كيك. طبعا انتي تقدري تحطيها في القالب على طول من غير ورق الكب كيك يعني. بس انا بحب استخدم القوالب الورق دي، لانها بتبقى اسهل، مفيش حاجة بتلزق في الصينية وكده. فديت العجينة الجاهزة بتاعت الباف بيستري، تشتريها من اي سوبر ماركت يعني. ممكن برضو دي تعمليها لو انتي ما عندكش وقت تعجني العجينة. بتحطيها وبتحطي عليها الصلصة. لو انتي عندك برطمانات صلصة جاهزة، او لو انتي عاملة صلصة مسبكاها في البيت برضو بيمشي الحال. وبتحطي بقى اي حشوة انتي عايزاها. ممكن تحطي لانشون مع جبن مع زيتون مع خضار مقطع، اي حاجة عندك انتي حابة تضيفيها بتضيفيها. هنا بقى انا جبت العجينة بتاعتي اللي انا عجناها، زي ما انتم شايفين خمرت اهي وحجمها كبر في الطبق. فحطيت لها شوية دقيق عشان ما تلزقش في الورقة ولا في النشابة اللي هفرد بيها العجينة. وبعد كده بعد ما بفردها برجع برضو اقطعها بالكوباية هي نفسها، علشان خاطر تبقى نفس المقاس، وزي ما قلنا تكون الحاجة شكلها عامل زي الجاهز. فبنفرد كده يعني، ما نخليهاش لا رقيقة قوي ولا سميكة قوي. وبعد ما بنوصل يعني للسمك المطلوب بنبتدي بقى نقطعه ونكمل بقية الصينية مع بعض. وبنعمل زي ما قلنا بقى الحشوة اللي احنا عايزينها. ادي اهو زي ما احنا شايفين نفس المقاس.
ولو لقيتيها لسه ملزقة شوية او ماسكة في ايدك بتحطي رشة دقيق والامور بتمشي. ودي بعد ما خلصنا القوارب كلها حطينا اهوت الصلصة. انا دايما بستعمل الصلصة بتاعة البرطمان ديت، بصراحة بتكون عليها بهارات وتوم وبتكون يعني مسبكة وكويسة، فبتريحني ومتاخدش وقت. بستعملها على طول في حتى لو في الطبيخ برضو بستعملها. وحطيت لانشون، وهحط بعد كده جبنة. انا محبتش احط بصراحة فلفل ولا زيتون، حبيتها تبقى بسيطة كده. وبعد ما بتخلصي بقى الصينية بتاعتك ديت بتحطيها بقى في الفرن. انا خليت الفرن عندي على مقاس اقصد على توقيت يمكن 30 او 35 دقيقة، والحرارة بتكون على 160 زي ما انتوا شايفين. وبعد النص ساعة دي لو ما لقيتيها ما اتحمرتش كويس خلاص بتسيبيها كمان 5 دقايق تاني. هنا بقى بقية العجينة انا عملته كور، حشيته جبنة بس، ودهنت وشه باللبن. في ناس بتدهن بالبيض. وفي بقى تركة حلوة قوي في الموضوع دوت، الافران ساعات بتعملها ان بعد ما المخبوزات بتحمر وتطلع من الفرن بيروحوا بخنها ببخاخة فيها مية. بس انا مش عارفة بصراحة المية دي بنضيف لها حاجة ولا مية بس عشان تفضل محافظة على اللون واللمعة. ورشيت على الوش شوية حبة البركة، ممكن تحطي برضو سمسم، اي حاجة انتي تحبي تحطيها من على الوش. وهنا برضو بقية العجينة اهوت انا قطعتها يعني زي شرايط كده، وبرضو لفتها برمتها، برضو حشيتها جبنة. في ممكن تحطي جبنة اللي هي زي جبنة القريش كده، او ممكن تحطي جبنة اللي هي موتزاريلا او شيدر زي ما انت عايزة. هنا القوارب الكب كيك الاولانية طلعت اهي زي ما انتم شايفين، من تحت ومن من فوق متحمرة زي الفل، واهي من جوه قطن اهي طرية جدا، وكان طعمها تحفة بصراحة. يعني اول ما طلعت من الفرن ولادي نسفوها. والمقادير زي ما قلنا كوباية مية قدامها نفس المعيار، 5 كوبايات دقيق، والنص زيت ولبن، ومعلقتين زبادي مع الخميرة، ومعلقة سكر. وزي ما انتم شايفين هي جميلة وتفتح النفس، وتنفع فطار، تنفع لانش بوكس، تنفع اي حاجة عشاء، نقنقة خفيفة، ويا رب تعجبكم.